اليوم السيد الدكتور طارق السويدان، الكاتب والمفكر الكويتي البارز الذي يزور كردستان منذ عدة أيام، وهو من الشخصيات الإسلامية العالمية التي أبدت تأييدها لاستفتاء استقلال كردستان. أشكرك على وجودك معنا، أهلا بك. وقبل أن نبدأ الحوار معكم أود أن أعرف مشاهدي ومستمعي روداو بكم رغم أنكم في غنى عن التعريف. ولد الدكتور طارق السويدان في 15 من تشرين الثاني في عام 1953 بالكويت، وهو كاتب ومفكر ومؤرخ وداعية وخبير في التنمية البشرية والريادة، وسبق أن شغل منصب مدير قناة الرسالة، وحاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة النفط من جامعة تيلسا، وهو رئيس هيئة إدارة مجموعة الإبداع ومدرب محترف في التنمية البشرية والإدارة العامة ومدير أكاديمية الإبداع ونائب رئيس مجلس شركة زاد، ولديه عشرات الكتب في المجالات المالية والتاريخية والإدارية والإسلامية. دكتور، أهلا بك مرة أخرى في كردستان وروداو. في البداية أود أن أسألك عن زيارتك إلى كردستان، ما هو هدف الزيارة؟ وما أكثر ما لفت انتباهكم خلال أيام وجودكم هنا؟ حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أولا هذه هي أول زيارة لي للعراق من عام 1969، وهذه أول زيارة على الإطلاق لي إلى كردستان، لكني طبعا أعرف تاريخ العراق العظيم وأعرف تاريخ كردستان بحكم أني مؤرخ وأكتب كتب كثيرة، ومنها كتاب حول موسوعة التاريخ. ومن خلال استعراضي للتاريخ عرفت من هم العظماء من علماء وعسكريين وقادة وسياسيين وأدباء ومفكرين على مدى الزمان، وكردستان دائما كانت منبت للأبطال وللعلماء، وهذه ليست مجاملة وإنما هي حقيقة تاريخية ومعروفة تماما. فيعني سعادتي كبيرة بزيارة هذا الإقليم الذي خرج كل هؤلاء. أيضا الحقيقة يعني أنا احتكيت بشباب الأكراد قبل مجيئي إلى كردستان في أماكن كثيرة. من أيام دراستي في أمريكا كان لي بعض الأساتذة من كردستان، وعندي أصدقاء كثيرين أيضا، بالإضافة طبعا للذين التقيتهم في تركيا وفي الأردن وفي أماكن كثيرة. والحقيقة يعني شعب كردستان شعب جميل في الظاهر والباطن وجميل بأخلاقه. يعني أنا فعلا والله يعني أشعر بسعادة كبيرة بالاحتكاك بأهل كردستان، ما وجدت إلا خلق جميل وأدب راقي. فيعني هذا أنت تقول لي إيش الذي شد انتباهك لكردستان؟ الذي شد انتباهي ليس الجمال الذي في الطبيعة وهي كذلك جميلة، لكن الذي شد انتباهي بشدة هو جمال الأخلاق التي يتمتع بها أهل كردستان، فأحييكم عليها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كردستان وأهلها. حسنا دكتور، خلال إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان في 2017 كنتم أحد الشخصيات الإسلامية القليلة على مستوى العالم بإبداء الدعم للاستفتاء. أما الذي دفعك إلى اتخاذ هذا الموقف المغاير وتأييد استقلال كردستان؟ الأكراد شعب عظيم كما ذكرت، ولهم ثقافتهم، لهم لغتهم، لهم مناطقهم ككثير من الشعوب التي في العالم. فالفرس لهم يعني هذه العناصر، الباكستانيين لهم هذه العناصر، وجميع هذه الجنسيات استطاعت أن تحقق لها دولة، ومن حقها أن تحقق لها دولة. فلماذا الأكراد يحرموا من شيء مثل هذا؟ أيضا أنا طبعا دراستي ومعيشتي طويلة في أمريكا، وأنا ذهبت وأنا صغير، ذهبت أمريكا عمري 17 سنة وعشت في أمريكا 17 سنة. فوجدت أن كيف تحل الخلافات في الدول الراقية. الدول الراقية تحل خلافاتها ليس بالإجبار، ليس بالإكراه، ليس بالسلاح،
وإنما الشعوب تقرر مصيرها، وكل شعب من حقه أن يقرر مصيره، وهذا حق عالمي صار اليوم، حق الشعوب في تقرير مصيرها. فالأكراد أنا أؤمن أن من حقهم تقرير مصيرهم، ومن حقهم أن يطالبوا بدولتهم، ومن حقهم أن يديروا أنفسهم. أنا أعتقد أن هذا حق محفوظ للأكراد وللأمازيغ ولكل الأقليات في الدنيا. وأنا أيضا كان لي فترة احتكاك مثلا بكندا، وعشت في كندا يعني عدة شهور، فوجدت أن كندا فيها 9 ولايات، على فكرة ولايات متجاورة ليست فوق بعض وإنما بجانب بعض. واحدة من الولايات التي في الوسط، الشرق الوسط، اسمها كويبيك. كويبيك هذه ولاية كندية لكنها فرنسية. أنا زرتها، الناس لا تتكلم إنجليزي، الناس تتكلم فرنسي، وثقافتهم ثقافة فرنسية وهي تختلف عن الثقافة الأمريكية، وحتى أكلهم وطريقة تعاملهم كله فرنسي. هذه الولاية فيها حزب يطالب بالاستقلال، والطريقة التي يتم التعامل هو أن الناس تصوت. طبعا الوحدة لها مزاياها، ويجب على الأكراد أن يدرسوا هذه المزايا، لكن أيضا الاستقلال له مزايا. ففي داخل كويبيك هناك حزب يؤيد البقاء ضمن كندا كاتحاد، وهناك حزب آخر يطالب باستقلال كردستان. ويتم استفتاء على فكرة في كندا كل 4 سنوات، والناس تقرر. إذا وصل العدد الذين يؤيدوا إلى 51%، عندها تستقل كويبيك وتقسم كندا قسمين حتى، والناس ما عندهم مشكلة، والحكومة تصوت. وآخر تصويت على فكرة كان قبل 2 وصلت النسبة إلى 45%. ما حد عمل حرب ولا حد عمل حصار ولا منعوهم. في النهاية اتركوا الشعوب تقرر مصيرها، ودعونا نحل مشاكلنا بسلام وبأمان وبرقي. هكذا يعني هكذا يتم التعامل العالمي اليوم. أنا أيضا يعني بحكم أني اتجاهي إسلامي وأعرف تاريخ الإسلام، أقول كلمة هنا مهمة، أن في السابق كان هناك فكرة الخليفة الواحد الذي يدير الأمة كلها ويحكم القارات. أنا أعتقد أن هذه مسألة انتهت اليوم، ما عاد العالم يتحمل شيء مثل هذا، وإنما اليوم العالم يتجه إلى شيء أقرب إلى الاتحاد الأوروبي. كل دولة لها نظامها وحدودها وبرلمانها، وحتى هذه دولة جمهورية وهذه ملكية، لكن هناك أمور فقط يتفق عليها الناس، وهي الدفاع المشترك، الاقتصاد المشترك مثل اليورو، فتح الحدود مثل الشنغن. هذه بعض 3-4 قضايا بس، ثم اتركوا الناس. يعني دعونا نتحد مما يجعلنا دولة قوية إذا اتحدنا في هذه الأمور، ودعوا الناس. الذي يريد أن يكون شيعي يكون شيعي، والذي يريد يكون مسيحي يكون مسيحي. بس دكتور. نعم دكتور، عذرا على المقاطعة. الوحدة بدون الآخرين، اتركوا الناس يختاروا. هذا فلسفتي. نعم. عذرا، خلال إجراء الاستفتاء قامت العديد من الدول العربية والإسلامية وخاصة دول الجوار بالوقوف ضد استقلال كردستان، وزعمت أن تأسيس الدولة الكردية المستقلة يعني تشكيل دولة إسرائيلية أخرى، ووصفتها بإسرائيل الثانية. إلى ما تعزو كل هذا الرفض والمعارضة لتأسيس الدولة الكردية؟ يعني طبعا هذا النعت، أول شيء نعت وصفة ظالمة جدا. أهل كردستان أغلبية مسلمة ويعشقوا الإسلام، وفيهم علماء عظماء، وهم أهل سنة وأكثرهم شافعية، ويعني معروفة كل عن كردستان. يعني إيش علاقة هذا بإسرائيل؟ أنا لا أرى وجه شبه بين هذا وبين إسرائيل. يعني لماذا ننعت كردستان أنها إسرائيل ولا ننعت إيران مثلا أنها إسرائيل؟ يعني هذا نعت ظالم، وهو نعت الحقيقة بالنسبة لي ينطلق من منطلق قومي وليس من منطلق وعي عالمي ولا رقي ولا حتى إسلام.
أهل شباب كردستان أنا احتكيت بهم يعشقوا الإسلام ويأبوا الظلم ويعشقوا فلسطين. فالنعت هذا يعني أنا أقول لك شيء، يعني هذا نعت سياسي، هذا ليس نعت الشعوب. يعني هم يعتقدوا أن هذا الكيان سيؤدي إلى انقسام الدول، وأنا شخصيا ما عندي مشكلة. أنا شخصيا أنا الدولة يحددها شعب الدولة، هم الذين يقرروا. فما عندي مشكلة في هذه المسألة، ليست بالحروب، ليست بإطلاق الصفات السيئة على الآخرين. نعم دكتور، بحكم كونك مطلعا على تاريخ كردستان، كيف تنظرون إلى طريقة تعامل الدول التي يعيش فيها الكرد معهم؟ لا تفضل. نعم. نعم دكتور، بحكم كونك مطلعا على تاريخ كردستان، كيف تنظرون إلى طريقة تعامل الدول التي يعيش فيها الكرد معهم؟ شوف، يعني في فرق بين ما يطرحه الإسلام وما يمارسه المسلمون، في فرق كبير. تاريخنا العظيم مثال على ذلك دولة الإسلام أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف كانت تعامل النصارى وكيف كانت تنصفهم، وإلى درجة كثير من الناس ما يعلم أن في دولة الخلافة أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت هناك محاكم خاصة بالنصارى، وكان من حقهم أن يؤسسوا كنائسهم، وكان لهم أقاليم هم يديروها بأنفسهم، وكان اليهود أيضا لهم ذلك. وكانت الدولة الإسلامية تعطي رواتب لكبار السن الذين لا يستطيعوا العمل من النصارى. هكذا يتم تعامل الأقليات، التعامل مع الأقليات بالإجبار، بالقتال، بالظلم. هذا أمر لا يقره الإسلام بحال. ولا أقول لك شيء، هذا ليس فقط الإسلام، لا تقره الإنسانية بأي حال من الأحوال. فشعوبنا ليس فقط الشعب الكردي، شعوبنا كلها الحقيقة مظلومة. يعني كثير من دولنا العربية مليئة بالاستبداد وبالظلم، سواء بعض الجمهوريات ولا بعض حتى الملكيات. ما في حرية، ما في كلمة يستطيع الإنسان أن يقولها بدون ما يدخل سجن، ما في تعامل راقي. مرة ثانية عندما ننظر إلى المسائل يجب أن نفرق تفريق رئيسي بين ما يقوله الإسلام وما يفعله المسلمون. حسنا دكتور، ما الذي يجب على الكرد فعله وكذلك على العالم العربي والإسلامي ودول الجوار لتغيير النظرة الحالية والانطباع القائم عن الكرد كما تفضلت به؟ جميل. كيف تتغير قناعات الناس؟ أول تغيير لقناعات الناس يبدأ بالفكر. القناعات قضية فكرية، فالتغيير يبدأ بالفكر، والمسألة تبدأ من المفكرين. والمفكرون هؤلاء يجب أن يجتمعوا، يتحاوروا، يتفقوا. وللأسف التواصل بين المفكرين الأكراد والمفكرين العرب كمثال تواصل ضعيف. هذه مسألة. الآن الفكر الراقي ولا الفكر الصحيح كيف ينتشر بين الناس؟ رقم واحد هو الإعلام، رقم واحد. الآن أنا أكلمك وأنا أعتز بتاريخ كردستان، وأنا جد يعني أحب الأكراد وأحب يعني كردستان، ليس بسبب زيارتي هذه، والله الناس تعرف هذا الحب من زمان. لكن كيف عرفت عن الأكراد؟ عرفت عن الأكراد لما قرأت، لما تعلمت، لما احتكيت بأكراد. طيب تخيل الآن شخص عربي حتى سياسي لم يقرأ، لم يحتك بأكراد، ولم يتجه له إعلام واعي، كيف سيتغير نظرته؟ وذلك أنا عندي لكم نصيحة: إعلامكم الكردي موجه للأكراد، ما في إعلام كردي
موجه لغير الأكراد، ما في إعلام كردي موجه للعرب، ما في إعلام كردي موجه للأتراك، ما في. يعني أنتم سامحوني قضيتكم عادلة لكنكم تخاطبون أنفسكم. هذا الناس لن تغير نظرتها ما زلت بهذه الطريقة. وذلك أنصح بشدة أن يكون الثقافة الكردية، التاريخ الكردي، القضية الكردية هذه تطرح من وسائل إعلامية. يعني خلينا أعطيك مثال، نحن اليوم في العالم العربي غزتنا الثقافة التركية بجمالها وأخطائها من خلال المسلسلات التركية، وانتشرت بين الشباب، وكثير من الشباب بدأ يعشق هذه الثقافة بسبب هذه المسألة. ما عبرنا سمعنا برنامج كردي ولا طرح كردي ولا حتى عالم كردي يخاطبنا عن قضية كردستان. فنصيحتي للإعلام الكردي وللعلماء بالذات أن يتحملوا دورهم في هذه المسألة. احملوا قضيتكم للعالم، لا تخاطبوا أنفسكم. جيد جدا. الآن وفي جزء آخر من كردستان يعاني الكرد في سوريا مثل نظرائهم في العراق الذين تعرضوا للظلم على يد الحكومات المتعاقبة. هم يواجهون الآن القتل والتهجير والتطهير العرقي والتغيير الديمغرافي لمناطقهم على يد مجموعة من الفصائل التي تهاجم الكرد متسترة باسم الله وسورة فتح بزعم أن الكرد ملحدون وكفار. كيف تنظر إلى ذلك، وكيف تقيم ردود فعل الدول العربية والإسلامية حيال ما يحصل؟ يا سيدي الكريم، لما ظهرت داعش أنا لا أظن أن في العالم كله أحد هاجم داعش قبلي، لأن عندما أعلنت داعش في نفس الليلة أعلنت أن هذا التوجه توجه مصيبة على الأمة. ليش؟ أنا أعرف التاريخ ورأيت هذا متكرر في التاريخ، وأعرف أن الشعارات جميلة، الخلافة الراشدة، الوحدة، القيام بالإسلام، لكني أعرف أن هذه عصابات، هذا ليس إسلام، وهذا تكرر في التاريخ. أنا رأيت، أنا شخصيا بحكم دراستي العميقة للتاريخ، رأيت هذه الظاهرة في التاريخ أكثر من 20 مرة، فأعرفها فورا. ولذلك أعلنت محاربتي لداعش وللقاعدة قبل داعش. نعم دكتور، لكن إلى جانب داعش أنا قصدت بسؤالي مسلحي فصائل المعارضة السورية التي تهاجم كردستان سوريا بدعم من تركيا. سأتحدث عن هذا. فإذا كان هؤلاء الذين يحملوا شعارات إسلامية وكذا، في النهاية هؤلاء خطر على دينهم وعلى الأبرياء وعلى الدول، يجب أن نحذر منهم. الآن الأكراد الحقيقة شعب مظلوم في كل مكان، ليس فقط في العراق ولا سوريا، في كل مكان الأكراد مظلومين. والوضع السوري ليس فقط الأكراد مظلومين، الكل مظلوم تحت الحكم الاستبدادي لبشار بشار الأسد، ويعني الظلم الشديد الواقع على كل البشر. طبعا القضية السورية هذه قضية معقدة جدا جدا، وكل واحد فيها يريد أن يجرها باتجاهها. أيضا القضية الكردية حقيقة قضية معقدة، هي ليست قضية سهلة، ويجب النظر إليها بعدالة وإنصاف. الخلاصة التي يجب أن يتفق عليها الجميع: أولا تكفير الإنسان، تكفير المسلم، هذا مسألة يجب أنا شخصيا أقول هذا التكفير يجب أن يزال تماما، ممنوع تكفير. اتركوا هذا الكفر والإيمان علاقة بين الإنسان والله سبحانه وتعالى، الله يقرر هذا كافر ولا مؤمن، ليس نحن. فأولا موضوع التكفير وهذا كله يعني نسميها بروباغندا سياسية. فالأكراد يعني لا يجوز تكفيرهم مهما كان اتجاههم السياسي. هل تقوم به فصائل المعارضة الآن من مهاجمة الكرد باسم الله والإسلام جائز أم لا؟
جائزة يا جائز نية. ما فهمت العفو السؤال معذرة. أو جروب تشاكداراني أوبوزيسيوني سوريا كيسا عذرا، هل تقوم به فصائل المعارضة الآن من مهاجمة الكرد باسم الله والإسلام جائز أم لا؟ جائزة يا جائز نية. تمام. أولا يعني شوف الصراع اللي قاعد يحدث كل الحقيقة ما له علاقة بالإسلام. يعني الصراع سياسي، سواء الذي تقوم به المعارضة ولا الذي تقوم به الجماعات الكردية في سوريا ولا الدولة التركية، ولا ما كل هذا. يعني احنا مشكلتنا وين؟ نأتي لقضية ما لها علاقة بالإسلام بعدين نسأل ما هو رأي الإسلام فيها. ما في أحد قاعد يتحرك لقضية، حتى الذين يعلنوا هذا اللي قصدت أنا بداعش ولا المنظمات اللي تدعي الإسلام. أنا بالنسبة لي يعني المسلم يقتل بريء غير مسلم ما يجوز ويدخل به جهنم بسببه، فما بالك بقتل إنسان مسلم ويكفره كمان. يعني التكفير لا يجوز، القتل هذا لا يجوز، الصراع بين الناس بالسلاح كله أصلا بالنسبة لي لا يجوز، استعمال العنف في حل مشاكلنا كله لا يجوز. فإحنا أصل المسألة كلها أصلا، يعني هو أصل القضية ما هي؟ أصل القضية هو الظلم الذي واقع على الأكراد في كل مكان، والظلم الذي واقع على الشعوب بسبب الطغاة. هذا أصل المسألة. فالآن بعد ما وقع الظلم وبدأ الناس يتصارعوا، الآن نسأل ما هو رأي الإسلام. رأي الإسلام أن نرفع الظلم عن الجميع ونقيم العدل بين الجميع وننصف الجميع، والمسلم لا يجوز لا قتل، ليس فقط المسلم، وإنما تسألني ما هو حكم الشرع، لا يجوز قتل مسيحي مش مسلم، ما يجوز. هذا كله ظلم. فما ننظر لها والله ما هو رأي الإسلام في قضية لم يؤخذ فيها رأي الإسلام أصلا، وهي قائمة أصلا على نظام أو أنظمة كلها فيها ظلم وديكتاتورية. فمرة ثانية أنا أتمنى أن نعمل بمستوى إسلامي راقي، وأتمنى أن نعمل بمستوى إنساني راقي. دكتور، سؤالي الأخير، ما هي رسالتك أو اقتراحك للشباب الكرد لكي يصبحوا مبدعين وفعالين في تقديم وازدهار كردستان؟ الإنسان المتطور هو الذي يجمع عدة أمور. لابد أن يبني أولا عقله، حتى الدين يقام على العقل. اليوم هذه العزلة بين الدين والعقل، وخذوا الدين بالتسليم لا تفكروا. أنا ضد هذه النظرة، الإسلام ما يدعونا لهذا. الإسلام دين منطق ودين عقل، فتعلموا المنطق. وأيضا رسالتي لهم، إذا كانت هناك شكوك أو أسئلة في بالكم اسألوا، لكن لا تسألوا العلماء التقليديين اللي يقول لك ممنوع تسأل. اسأل، ومن حقكم أن تسألوا. أيضا زودوا أنفسكم بالعلم، لكن المناهج التعليمية التي مستواها غير عالي لن تعطيكم هذا العلم. فخذوا العلم بأعماقه، وخذوا العلم بما وصلت إليه البشرية، واحصلوا أعلى درجات العلم. أيضا هذا كله يجب أن يقوم على منظومة من القيم والأخلاق التي يجب أن تؤصلوها في أنفسكم. أيضا وأنتم تتقدموا، بعض الشباب أحيانا باسم التقدم ينسى هويته. حافظوا على هويتكم، أنتم مسلمون، حافظوا على إسلامكم. أنتم أكراد، حافظوا على هويتكم واعتزوا بها، واعتزوا بلغتكم، واعتزوا بتاريخكم، واعتزوا بملابسكم. لا تصبحوا أمريكان. أنا تعلمت في أمريكا وعشت في أمريكا ووصلت على الدرجات في أمريكا وأسست شركات في أمريكا، ما زلت أحافظ على هويتي. الرقي والتقدم لا يعني إلغاء الهوية. فاجمعوا بين هويتكم الإسلامية وهويتكم الكردية والتطور العلمي الراقي والأخلاق والقيم الإنسانية. هذه نصيحتي، ليكن بناؤكم مبني على هذه المنظومة المتكاملة. إياكم أن
تتحول إلى أمريكان ولا إنجليز بالانبهار بهم. عشنا معهم، والله ما عندنا من قيم يفوقهم بكثير، لكن هم عندهم علم يفوقنا بكثير. نجمع هذا مع هذا لنكون أمة متطورة إن شاء الله. أنا معتز بشباب الأكراد، واحتكيت بمجموعة منهم، وأعمل مع شباب أكراد في قضايا لها علاقة بالفكر وقضايا إعداد القادة، ورأيتنا منهم يعني قيم وأخلاق عالية جدا. وأتمنى أنكم يعني تستمروا في قضيتكم العادلة، لا تتخلوا عنها، هويتكم الأصيلة لا تتخلوا عنها، وانشروا قضيتكم على مستوى العالم. اسمعوا العالم قضيتكم، واعتزوا بدينكم ولغتكم وهويتكم. شكرا جزيلا لكم السيد طارق السويدان، المفكر والمؤرخ الكويتي البارز. كنت معنا من السليمانية، شكرا جزيلا لك. حافظكم الله، وفقكم لكل خير، ووفق كردستان وشباب كردستان ليساهموا في نهضة أمتنا وإنسانية العالم. شكرا جزيلا مشاهدينا، شكرا جزيلا لكم.